ثم تنهد وقال: أنا عارف إن اتفن. أيوة فاهم إن لبست التيشيرت والطقم ده أكتر من مرة. على فكرة هي مش ناسية إنها اتأخرت في الخلفة. خد بالك، أنا متأكد إن لسه خالي شغل، مش محتاجة تفكريها من وقت للتاني إنها ما اتخطبتش لحد دلوقتي. في معلومات لازم تفضل مكانها، ومكانها هو دماغ صاحبها اللي ما يصحش يترجمها الكلام، لأنها هتبقى كلام بايخ وملوش لازمة، لا هيقدم ولا هيأخر، ولكن هيضايق ويزعل اللي بيسمعها وخلاص. حاول تكون خفيف زي نسمة الهوا الساقعة في يوم حر جاف، وما تبقاش فضولي وحشري متخصص في إحراج غيرك والترخيم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. كلنا عارفين نقاط ضعفنا، وكلنا مستوعبين تماما احنا في أي نقطة ومرحلة من العمر والوصول، مش محتاجين اللي ينبهنا ولا يفرض شخصيته علينا. ومادام محدش طلب منك تنوره، يبقى ما تشغلش كشاف النباهة بقى وتعميه، لأن الكلام زي الأراضي له نهاية وحدود. كل الناس بخير حتى يتطفل عليهم الآخرون. السلام عليكم.